الوضع الإنساني اللي عم ينعاش بحيي الشيخ المقصود والأشرفية وضع إنساني جدا صعب وكارثي. من دين ومنستنكر كنحن منظمة إنسانية من دين هالهجمات الغير إنسانية الهمجية بشكل كتير كبير. وأيضا من دين السكوت الدولي الموجود ضد هالهجمات ضد هالانتهاكات الموجودة بالمنطقة. نحن من يومين من أول يوم عم نحاول نضغط انه يفتحوا الممر نقدر نوصل للمدنيين، لانه مع الاسف ما في اي خدمات صحيه تقدم للجرحى، وحتى لو كان الجريح جراحته الجرح تبعه مو كتير كبير كمان احتمال يؤدي لاستشهاده. كتير فينا نقول تجاوزات خطوط حمر عم يتجاوزوها مع هيك المجتمع المدني، المجتمع الدولي، المنظمات الإنسانية كاملة ساكتة بشكل كامل. وهذا السكوت مو بس هو رضا أو موافقة من ناحيتهم، هو بيكونوا شركاء بدم كل هالمدنيين اللي راحوا. الوضع إنساني جد، يعني الوضع الإنساني كارثي جدا صراحة، نحن ما فينا نوصفه بأي كلمة كانت. يعني ما صارت ولا صارت استهداف مشفى كان الجريح فيها أسعف منذ ساعة ويرجع ينقصف مرة تانية، نرجع نسحفه لمكان تاني. والحصار مو من يوم ويومين ومن 4 أيام، الحصار من 5 أشهر أو 6 أكثر. فكل المواد الطبية، الأدوية، الأمور المعيشية شو ما كانت كلها تقريبا نفدت، لا في لا كهرباء ولا في أي وقود ليشغلوا مولدات. فتقريبا فيك تقولي كل المراكز الصحية والمشافي خارج الخدمة. عندنا نقطتين تابعة للهلال الأحمر الكردي عم يخدموا الجرحى حسب الإمكانات، ولكن الإمكانات جدا مقيدة بسبب هذا الحصر. بندعو بشدة أنه يفتحوا ممر إنساني نقدر نروح ونساعد الجرحى الموجودين بالمنطقة.